السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ازي حضراتكم جميعا، يا رب تكونوا بخير. طيب، مش عارف اقولها لك ازاي، بس عايز اقول لك ما تتغرش قوي بالمكسبين بتوع يونايتد على ارسنال وسيتي. انت لسه مش عارف انت رايح فين، لسه مش عارف انت كاريك هيستقر، هيكمل، هيمشي. تعالى الاول نتكلم في كام نقطة فنية حلوين في ماتش ارسنال. آه، انا ما كانش عندي مشكله ان اموريم يكمل، بس كانت مشكلتي الاساسيه مع روبن اموريم متعلقه بان كاسيميرو بيلعب جنب برونو على الدايره وكوبي ماينو ما بيلعبش. ويمكن انا اتكلمت شويه في الحته دي انه ما فيش مشكله انك تلعب ثلاثه. انت في لعيبه خلصت منها في اول الموسم زي جرناتشو وسانشو وانتوني والعالم دي، ودي كانت نقطه كويسه. آم، لكن في النهايه فكره ان برونو هو اللي بيلعب جنب كاسيميرو كانت غريبه، فكره ان انت مش مقتنع بماينو دي غريبه. اول حاجه عملها كاريك كويسه غير انه رجع طريقه اللعب 4-2-3-1، انه رجع كوبي ماينو تاني وزق برونو قدام ك10. ودي كانت نقطه مهمه، ونتيجتها كان الجون التالت بتاع ماتياس كونيا، اللي هو عباره عن برونو ادى الماينو، ماينو ادى الكونيا، وكونيا عارف يجيبها. فبالتالي دي كانت نقطه كويسه عملها كاريك بصراحه، افادت في ان الفريق بقى عنده حاجه افضل يديها في التلت الامامي. طبعا غير اللقطة اللي بين برونو ودورجو في الجون التاني برضو، لأن نفس الفكرة، الأماكن اللي برونو بقى سهل يتواجد فيها دلوقتي، لأن بقى في ماينو وكاسيميرو على الدايرة، مش برونو هو اللي مطالب انه يلعب جنب كاسيميرو. وانت كنت بتلعب برونو جنب كاسيميرو وما بتستفادش بيه حاجة. يعني لا انت بتطلع بالكرة على الأرض، انت برضو بتلعب كرات عالية. فمثلا انت مش بتلعب برونو في المكان ده عشان يطلعك بكرة على الأرض مثلا، لا انت برضو بتلعب كرات عالية، ولا انت بتعمل حاجة كبيرة في التلت الأمامي. فاللي عمله كاريك هو شيء طبيعي جدا، حط ماينو جنب كاسيميرو وزق برونو قدام بس. الحاجة التانية الكويسة اللي عملها كاريك ان هو لاعب دورجو وينج شمال مش باك، ودي كانت نقطة شبه اللي اموريم كان بيعمله، ان اموريم كان بيلعب دورجو وينج باك، فبالتالي ادواره هجومية اكتر شوية. بس انا ما زلت شايف ان دورجو دفاعيا عنده مشكلة، بس كان في ميزة في دورجو دفاعيا في الماتش ده. ويمكن احنا الكلام كان على اماد ديالو كتير فيها، خاصة في كاس افريقيا، ان اماد ديالو ما بيرجعش يدافع بشكل دائم، وبطيء في العودة للخلف، وساعات ما بيرجعش اصلا. على عكس دورجو لا، دورجو بيرجع كتير يساند لوك شو، بغض النظر عن كرة الجون الاول اتلعبت من الناحية اللي هو كان فيها، بس هو كان مسلم تمبر لزاندرو مارتينيز، فما كانش فيه مشكلة قوي هنا. وارسنال لعب على اللقطة اللي بيلعب عليها في ماتشات كتير في الموسم، من ضمنها ماتش ليفربول الاخراني اللي كان 0-0، لعب عليها كتير ان ساكا بيفتح على الخط وتمبر هو اللي بيروح في المساحة اللي بين الباك الشمال والمساك. وماتش ليفربول راح فيها تمبر كذا مرة، وفي مرة عمل كرة عرضية كده بس عدت، خدها جرافنبرج وراح رايس قاطعها منه تاني بسرعة. فالفكرة دي اتعملت قدام ارسنال كتير، واتعملت في ماتش يونايتد كتير. احد الكرات بعد ما نزل بين وايت، كان في كرة ساكا فاتح على الخط مع لوك شو والكاميرا مزومة عليهم كده، وجايب لك تحت بين وايت باين كده وهو بيجري، وراس دورجو باينة معاه، دورجو راجع كده، الاتنين ماشيين جنب بعض كده، دورجو وبين وايت. فدي ميزة انك بتلعب باتريك دورجو في المكان ده، ان هو بيرجع مع الباك المتقدم اللي هو اصلا هيبقى مصدر خطورة لارسنال، وبيحاول ان هو يدافع ويبقى يقفل على الاقل اوبشن الباس ده. اماد ديالو الناحية التانية ما كانش بيعمل كده، وقد يكون ده السبب اللي خلى ارتيتا لما نزل مدويكي راح ناقل ساكا ناحية الشمال، وهو كان اصلا ناقل له تمبر هناك بعد ما طلع انكابي ونزل بين وايت باك يمين، فنقل الخطة بتاعته من ناحية اليمين لناحية الشمال. وبعدها كاريك طلع اماد ديالو ونزل نوزير مزراوي وقلب الخطة 5 ورا، نوزير بقى مساك ناحية اليمين ودالوت باك، ماجواير في النص، ليزاندرو مساك ناحية الشمال، ولوك شو باك الناحية التانية. فقفل بقى المساحات اللي بين المساك والباك اللي المفروض يتحرك فيها الباكين بتوع ارسنال.
فانت استفدت بفكره ان دورجو كان هو اللي بيلعب وينج في الماتش لكثره رجوعه في الخلف ومسانده لوك شو، وكمان بالرغم ان انا شايف ان هو مش مدافع كويس، بس على الاقل موجود ورا ففي عدد قافل تمريره. ولما لقيت ان ديالو ما فيش منه رجع في حته انه يرجع، انت طلعته في الاخر. ولما لقيت ان ارسنال بدا يركز في الحته دي برضو غيرت. تروسارد ما كانش قادر يستفيد بيها في ارتيتا غيره. انا شايف على فكره ان تغييرات ارتيتا كانت منطقيه، يعني في ناس قايمه على ارتيتا في فكره تغييراته، انا شايف انها كانت منطقيه نوعا ما. يعني ناحيه الشمال دي كانت واقفه مع ان ديالو ما بيرجعش، وبرغم من كده ما كانتش قادره تعمل حاجه. فبما ان ناحيه اليمين كانت هي اللي شغاله وجبنا منها جون، طب ما تنقل اليمين في الشمال. وبعد كده كارك كان عنده ردة الفعل بنزول مزراوي. عودة ليزاندرو مارتينيز من الحاجات الكويسة قوي. ليزاندرو كان دفاعيا كويس بغض النظر عن اون جول، وكان عنده ميزة ان هو كان بيعرف يقف على الكرة في بعض الاحيان ويساعدك شوية انك تحاول تطلع بالكرة على الارض بدل ما انت بتعلق كرات طويلة وخلاص، وده بيخفف ضغط ارسنال الهجومي عليك. فعودة ليزاندرو بقاله كذا ماتش، بس ليزاندرو في الماتش انا شايف ان هو كان كويس. وليزاندرو عموما لو في فورمته هو احسن قلب دفاع موجود عندك في مانشستر اساسا. لامنز كحارس مرمى كان كويس. الشوط الاول فيه يعني شال كرة حلوة. وعموما الفريق كويس لازم يبقى عنده حارس كويس، زي رايا في ارسنال كده، يعني عشان برضو نكون صراحة يعني. ففنيا انت كنت حلو في الماتش، بس انت ما كنتش يعني اللي هو يعني الواو قوي. مش عشان كارك وحش، عشان انت عندك مشاكل كتير في فرقتك برضو لسه. ولازم تبقى فاهم ان انت دلوقتي انت الرابع. بس انا كراجل بشجع يونايتد، لو كنت كلمتني بصراحه يعني انا مش عايز يونايتد يلعب الشامبيونز ليج السنه الجايه. وقبل كده في اول الموسم انا كنت قلت لك ان لو يونايتد جاب مركز تاني حتى ما تفتكرش ان يونايتد قد عاد. وقلت لك ان ممكن يونايتد يجيب تاني، لان ببساطه شديده الانديه بتاعت انجلترا كلها في السنه دي بتدشمل بعض، الانديه كلها بتكسب بعض. ارسنال هو الاول مش عشان هو فارق قوي عن باقي الناس، عشان هو بس صمد شويه ماتشات ورا بعضها. غير كده كل الانديه بتكسب بعض، وده اللي مخليك رابع النهارده. مع انك لو جيت تشوف جدول يونايتد او ماتشاته هتلاقي تعادلات كتير كده مع اموريم، بس انت رابع ليه؟ ليفربول خسر، تشيلسي كسب كريستال بالاس اللي كان تاني دوري من فتره، وتشيلسي نفسه خسران مش عارف من مين قبل كده، ساندرلاند اللي كان كويس وقع، استون فيلا اللي بيكسب ماتش ويخسر ماتش، السيتي نفس الكلام، كله بيوقع بعضه. فعشان كده انت ممكن تحقق مركز. بس انا عندي مشكله في موضوع الشامبيونز ليج، ان انت هتروح بقى الشامبيونز ليج بعد كده هتلاعب بقى بايرن وبي اس جي وبرشلونه، عالم بقى اللي ما بترحمش دي. ولو كارك كويس وبدايه كويسه المشروع، او لو في مدرب تاني كويس وهو بدايه كويسه المشروع وفشل في الشامبيونز ليج وعمل نتائج كتير وحشه، هتبقى نهايته قبل ما يبدا. فانا عايز انك تمشي في الموضوع بالراحه. طب هو كاريك كان يكمل ولا ما يكملش؟ والله هو صعب انك تحكم على كاريك من ماتشين، حتى لو الماتشين دول سيتي وارسنال. بس يعني انا عايز اشوف كاريك اكتر شويه. ربما يكون كاريك اتحسن كتير عن تجربته الاولى اللي هي كانت مؤقته جدا، وكان مساعد لسولشاير وبعد كده هو نفسه مسك شويه. وعلى فكره ساعات التجارب الفاشله دي بتعلمك وبتخليك بعد كده احسن. فممكن يكون كاريك اتطور وبقى مدرب من المدربين كويسين، وتبقى انت اكتشفته مدير فني كويس. وارد. ووارد لا. بس في كلتا الحالتين يونايتد محتاج ان المدير الفني القادم سواء كاريك او غيره يبقى مدير فني شاب صغير يتبني عليه مشروع، زي ما انديه انجلترا اغلبها بتعمل. انديه انجلترا ما بتتجهش للمكسب السريع خلاص. هو الانديه الوحيده اللي بتعين حد عايز يكسب بسرعه هي الانديه اللي بتهبط بقى، او اللي هو بقى مركزه وحش قوي. لكن اغلب انديه انجلترا بقى ايدي هاو مع نيوكاسل، اراولا مع بورنموث، حاليا ايمري مع استون فيلا، تشيلسي واختياره مثلا لمدرب زي ليام روزينيور او كان اسمه ايه. يعني الاسماء الموجوده دي اغلبها يعني والله بنجيب من ناس صغيره عشان تقعد.
الفكرة اللي عملها ليفربول مع كلوب والسيتي مع بيب وارسنال مع ارتيتا هي الفكرة اللي ماشية في انجلترا، فانت هتمشي مع التيار ومع الفكرة. فانا مش عايزك تروح تجيب انطونيو كونتي مثلا. وبمناسبة كونتي، نابولي لبس 3 من يوفنتوس في الاسبوع ده، الحمد لله يعني. انا مش عايز المدرب اللي يجي هيجيب تاني دوري ويكسب يوروبا ليج مثلا او حاجه ويتخانق مع الاداره بعد سنتين ويمشي. انا مش عايز، انا عايزك تبدا تفكر في خطه ومشروع. انا كنت متخيل ان انت هتعمل ده مع اموريم طلع اتكلم في مؤتمر فمشي. ماشي، كاريك يمكن اهدى شويه فممكن ياخد يعني ما يتكلمش بقى يعني فما يطلعش مثلا يعك في مؤتمر فتمشيه. لكن انا عايزك تهدى ويبقى في مدرب صغير في السن ومشروع سواء كاريك او غيره. طب هل في اسماء تانية؟ في اسماء كتير واسماء مش وحشه. يعني على سبيل المثال وليس الحصر، عندك فابريجاس. لو قست على كاريك ان كاريك راجل كان عنده تجربه قبل كده مع يونايتد كمساعد سولشاير ومدرب وما نجحتش، بس دلوقتي هو احسن. فانا ممكن اقيس على مدير فني تاني ان المدير الفني التاني ده كان عنده تجربه مع نادي كبير ما كانتش افضل حاجه بس ممكن يكون اتعلم منها، وهو المدرب ده هو تياجو موتا على سبيل المثال. واسم بقى انا كنت عايزه اصلا يجي يونايتد من فتره، وهو ايدن تيرسيتش مدرب دورتموند السابق. واسم رابع وانا عارف انك هتقفل منه بس صوابعك مش زي بعضها، روي بورجس، وده مدرب سبورتنج لشبونه الحالي. هتقول لي تاني سبورتنج لشبونه، هقول لك ما مش لازم يجي يحصل معاه زي ما حصل مع اموريم. الاربع اسماء اللي انا بقولهم لك دول ومعاهم كاريك كاوبشن برضو، الاربع اسماء دول في بدايه الاربعينات. فانت بتجيب مدرب انت عارف ان هو مش هيجيب لك البريمير ليج قبل 4 5 سنين من دلوقتي، لان ما بتضحكش على نفسك، فرقتك مش واقفه على رجليها. فرقتك فيها مشاكل في مراكز كتيره جدا. يعني مبدئيا كده انت بتلعب من غير باكات، انت لا عندك لا باك يمين مع احترامي لدالوت ولا باك شمال مع احترامي للوك شو، الا اذا مالاسيا او ليون حد منهم تطور جامد في الفتره القادمه. ودورجو زي ما بقول لك هو وينج احسن منه باك. كقلوب دفاع ليزاندرو مارتينيز كويس، ماجواير عدى البرايم بتاعه، ديليخت ما عنديش اي ثقه فيه. اليورو عامل زي المساك الصغير في الدوري المصري، حاسس انه حلو بس قدامه كتير قوي عشان يتعلم حاجات كتير. ماتش استون فيلا اللي خسر فيه يونايتد بهدفين روجرز، ومن قبلها ماتش سيتي اللي برونو اتكلم فيه على يورو في اللقاء بعد الماتش، بيخلونا اقول ان يورو مدافع كويس واعد، بتطلع تجيب جوان في الركنيات حاجه حلوه، بس قدامه وقت، عايز وقت. انا مش عارف ليه يورو مع انه جاي من فرنسا، المفروض فرنسا يعني اللعيبه بتيجي منها جاهزه، بس حاسس ان لا، هو محتاج وقت لسه كتير. فانت عشان تتكلم على مدافع تاخد بيه دوري ويكسبك في الشامبيونز ليج، انت ما عندكش الا ليزاندرو مارتينيز حاليا. كاسيميرو هينهي الموسم ده مسيرته مع يونايتد، اوجارتي بعيد عن كاسيميرو. هتروح بقى تجيب باليبا مثلا او اسم مع ماينو، ماشي تمام، بس عموما حاليا انت ما عندكش الا ماينو في وسط الملعب. برونو اكيد السعوديه هيبداوا يكلموه تاني، فانا مش عارف موقفه ايه. اماد ديالو ماشي حلو وجميل بس هو مش لامين يامال يعني. سيسكو لحد دلوقتي ما انسجمش، ودوركو لا هو باك ولا هو وينج، هو شيء ما في النص كده. فدي الفرقه فلو انت فاكر ان فرقتك حلوه، لا، انت محتاج شغل كتير، محتاج شغل كتير في الترانسفير ماركت. انت محتاج مساك قوي، محتاج تجيب لعيب زي باليبا او لعيب تاني خط نص يبقى قوي جنب ماينو، محتاج تمسك في برونو شويه، ومحتاج وينج حلو ناحيه الشمال. وهتعتمد ان معاك اماد ديالو على مبومو على كونيا، اللعيبه دي برضه هتلعب وينجات وهتدي سيسكو وقت. ومحتاج باكات، لان انا ما اظنش مالاسيا هيعمل حاجه، وليون اختفى للاسف الراجل بعد ما جه، لعيب صغير وكل حاجه بس يعني اختفى. انت محتاج باكات. صفقات الموسم ده على فكره لم تكن سيئه، يعني لامنز حارس مرمى كويس، مبومو وكونيا بصراحه اضافوا، واحد جاب لك الجون الاولاني في الماتش في ارسنال وواحد جاب لك الثالث. فالصفقات الموسم ده كانت كويسه، وكانت نوعا ما بتقول لك
فكره انا عارف ان ماشي اوضه لبس يونايتد وفيها لعيبه مش عارف ما بقتش واخده على البطولات واوضه اللبس مشكله، ماشي، بس فكره ان اي صفقه جديده بتيجي تفشل بسبب اوضه اللبس. طب ما الناس دي الحمد لله نجحت، يعني ده ردا على فكره اصل انتوني راح في بيتيس ونجح. حضرتك بيتيس ده مغلوب 5 من ريال مدريد، بيلعب معاهم جونزالو راموس اللي هو هيبقى الفارو موراتا نمرة 2، وجاب جون بكعبه في الماتش من ال3 جون اللي جابهم. ده النجاح اللي نجحه انتوني، وفرقه بقى لها 50 سنه مش عارفه تلعب تشامبيونز ليج ويوروبا ليج كل سنه. بلباو بنيكو ويليامز وحيدا راح يلعب في التشامبيونز ليج وريال بيتيس لا. ده النجاح اللي نجحه انتوني. هويلاند لسه لابس 3 اللي راح نجح في نابولي. في الدوري ابطال ما عملوش حاجه، في الدوري مش متصدر حاليا. ادي هويلاند اللي راح نجح في نابولي اهو. ماكتوميني نجح بس ماكتوميني ما كانش وحش في يونايتد اصلا. ماكتوميني كان بيحدث فارق من ايام مورينيو، وكان بينزل مع سولشاير يقدم كويس، فاللعيب اللي كان كويس في يونايتد راح بقى كويس في نادي غير يونايتد، وده شيء منطقي. انما هويلاند قدم ايه؟ ولا حاجه. كام جون في ده فرقه خسرت من بيس فان دوفن في الشامبيونز ليج اصلا، مع احترامي لايندوفن على فريق محترم يعني. سانشو، هو سانشو بيلعب فين دلوقتي اصلا؟ جارناتشو افضل بديل برضو في تشيلسي. دي اللعيبه اللي هي يا عيني بقى اوضه اللبس ظلمتهم بقى. لا هم لعيبه صفقات ما كانتش ناجحه بكل بساطه يعني. جرناتشو كان جاي تقريبا من الشباب او حاجه، بس اكيد جاي من حته قبل كده، كان جاي من اتلتيكو مدريد باين ولا مش فاكر منين. المهم يعني ان الصفقات لم تكن ناجحه، لكن لما انت جبت صفقات مدروسه شويه بعنايه وناجحه، الصفقات نجحت الحمد لله ما شاء الله، ربنا يبارك فيهم يعني، مش عايزين نحسدهم، ما شاء الله اللهم بارك. فدورك دلوقتي انك تمسك في برونو لانه كابتن، وامسك في ماجواير مع ان ماجواير عدى برايمو بس لانه كابتن، لان دول اللي هيظبطوا لك برضه اوضه اللبس. ومحتاج بقى، محتاج مدافع. ماجواير مش هيلعب كل ده. دي ليخت برضه صفقه فاشله عشان برضه مع احترامي يعني. محتاج مدافع كويس، محتاج لعيبه خط نص مكان كاسيميرو كويس. وزي ما بقول لك برضه انت محتاج برضه حد يبقى اقوى شويه مكان دورجو في دورجو. انا مش لما يلعب حلو هقول لك لاعب حلو. دورجو لعب ماتشين حلوين. دورجو الفتره اللي فاتت وينج شمال كويس، انا مش مختلف. بس هل انت واثق ان دورجو خلاص يثبت ويبقى هو الراجل اللي في المركز ده وهو اللي يرجعك تكسب دوري وتلعب في الشامبيونز ليج تاني؟ انا اجابتي ما اظنش. بس انت محتاج حد في المكان ده شويه. انا قبل كده كنت قلت على لعيب اسمه ويليام جوميز، لو كنت هتكمل 3-5-2 فكان هيبقى وينج باك ناحيه الشمال، بس بما ان انت مش هتكمل بالطريقه دي فلا، انت مش هتحتاج اللاعب ده. هتحتاج باكات مختلفه شويه، باكات بتعرف تلعب 4 ورا وبتدافع اكتر ما هي بتهاجم. فانت محتاج شغل شويه. الاسماء المدربين اللي انا قلتهم لك دول مطروحين. لو انت شايف اسم تاني كويس يقدر يديره يونايتد فتمام، بس انا شايف ان يونايتد مش محتاج الاسماء بتاعه الكسب السريع على قد ما هو محتاج اسم بقى يصبر عليه شويه. والله لو انت شايف ان كاريك يكمل تمام، انا ما عنديش مشكله مع كاريك، بس انا لسه محتاج اشوفه اكتر شويه واشوفه بقى يعمل ايه بقى مع برينتفورد بقى انا مش عايز الاقي بماتش برينتفورد ده ايجور تياجو سارح في نص الملعب وبيجيب هاتريك عشان ينفرد بالمركز الثاني في التهديف بعد هالاند يعني. لا انا عايز اشوف انت هتعمل ايه بقى في الماتشات الثانيه دي، لان الماتشات الكبيره دي تنهاك كسبها، وسولشاير هتلاقي اكيد كسبها، ومش عارف مين. انما الماتشات الثانيه بقى هتعمل فيها ايه؟ ده المهم. والله لو يونايتد لعب في الشامبيونز ليج فيا رب ما تبقاش فضيحه. بس عموما انا كنت افضل ان يونايتد يلعب في اليوروبا ليج وياخدها، عشان تبقى انت حتى بترفع كاس وبتاخد بطولة مرموقة كويسة بتحافظ على الايمج بتاعة النادي. وبعدها بقى بسنة تبدأ تلعب في الشامبيونز ليج، تكون انت اشتغلت على الفريق بتاعك والصفقات بتاعتك اكتر شوية. حاجة اخيرة، بما انك رجعت ماينون اللي هو جاي من القطاع فلازم تبص للعيبة اللي طالعة. فليتشر لعيب مجتهد، حاول تديله. كان في لعيب اللي تقريبا كان اسمه كوفيليرا او حاجة زي كده لو انا فاكر صح، مش فاكر اسمه، كان لعيب برضو خط نص، كان معار او حاجه ورجع برضو لعيب. حاول ان انت تديله، حاول تشتغل على اللعيبه اللي طالعه من القطاع. لو انت كسبت 2 3 لعيبه زي ماينو مصلحه. ومهم انك تعمل ده. السير اريكس فيركسون لما كان شغال كان بيجيب من كل حته،
صفقة تلاقي، صفقة من جوه الدوري تلاقي، من بره الدوري تلاقي، لعيب طالع من القطاع يدخل معاك في روتيشن تلاقي. فلازم تشتغل على اللعيبة اللي طالعة من الناشئين علشان تنضم معاك 2-3 لعيبة ينضموا معاك، أحسن ما تروح تدفع فلوس في صفقة ملهاش لازمة. بس وبالتوفيق فما هو قادم، وتعالوا نشوف كاريك هيكمل ازاي. والله لو كمل كويس وكسب ماتشات ضد فرق وسط جدول، ليه لأ؟ سنه صغير، كمل ابني عليه مشروع، يبقى هو اتعلم من التجارب السابقة والفترة اللي فاتت اللي خرج فيها من يونايتد، ويكمل وتكتشف مدير فني جديد. لو لأ، في أسماء مطروحة، قول لي رأيك فيها برضو، ممكن تشوف اسم تاني ويجوا وتحاول تبني مشروع قادم ليونايتد. وعموما الميزة في الموسم ده ان النتائج لحد دلوقتي كويسة. يعني انت الموسم اللي فات اصلا كان 15، فانت الموسم ده انت لحد دلوقتي رابع. والله لو نزلت شوية وجبت اوروبا ليج برضه نتيجة كويسة. فانا شايف انه موسم يعني احسن من اللي فات، فهي خطوة للامام. مش عايز اقول لك كلمة ناجح لان ده مش نجاح يونايتد اللي جماهير يونايتد نفسها فيه، بس هو خطوة للامام. انت رجعت قوي ورا فبدأت تطلع للامام، وربما يكون فعلا انت وصلت للقاع فاصطدمت بيه وبدأت تطلع تاني. بس محتاج تفكر كويس في الفترة القادمة وما تتغرش بالمكسبين اللي انت كسبتهم. بس شكرا جزيلا لحضرتك.